صيدا أو صيدون كما أسماها الفينيقيون، اسم عريق لمدينة ذات تاريخ طويل يعود لمئات السنين. لعبت هذه المدينة في الفترة الفينيقية دورا قياديا في المنطقة دام لقرون عديدة، لكن معظم الباحثين عن تاريخ هذه المدينة ركزوا بحثهم على اليابسة التي هي موقع المدينة الحالية، غير مدركين أن هناك حقيقة تاريخية موثقة في المراجع والكتب عن ملوك ومؤرخين أثبتوا بكل وضوح أن صيدون كانت في مكان آخر غير التي هي عليه الآن. كل من زار مدينة صيدا لابد وأنه شاهد قبالة ساحلها جزيرة في وسط البحر يسميها الصيادون اليوم الزيري. صخورها المتآكلة وقاع بحرها بما يحتويه من معالم وآثار ما زالت تحتفظ بالكثير من الألغاز. واللغز الأهم على الإطلاق هو ما كشفه المؤرخون بأن صيدون الأولى كانت هنا، جزيرة في وسط البحر. الشاطئ اللبناني بحاجة لمعالجة بحرية اليوم، مش بس دراسة تاريخية. هالمعالجة البحرية هاي لاكتشاف ما ذكروا المؤرخين المتعددين. كان نصيب الشاطئ اللبناني انه انوجد مؤرخين يذكروا هالامور هاي، بينما غير شواطئ ما حدا ذكرها ولا حدا اهتم فيها. كان من الطبيعي انه جدودنا ياخذوا من الجزر مدن، ليه؟ لانه كانت بطبيعه الحال بابسط الامور هي محميه لوجودها بالمي، خاصه من الغزاة. وبنشوف نحن مدن مشابهه اختها لمدينه صيدون، مدينه صور كمان كان جزيره في البحر، بنشوف أرواد كذلك الأمر كانت مدينة في البحر وما زالت حتى اليوم مدينة في البحر. دمار صيدون والنصوص التاريخية حوله كان من أهم ما أكد الموقع الحقيقي لهذه المدينة. المرجع الأهم اللي بأكد وجود مدينة صيدون في البحر هو المرجع اللي تركه أسر حدون. أسر حدون الملك الأشور وقت ما هاجم صيدون سنة 674 قبل الميلاد، لما وصل على صيدون بيكتب إنه عبد ملكوت اعتقد إنه مدينة صيدون مدينته كونها تقع في وسط البحر حتحميه مني ومن جيشي. فهون في دليل إنه صيدون كان في وسط البحر، ونقل مدينة صيدون بعد ما دمرها نقلها على البر وسميها أسر حدونة. نص أسر حدون أن صيدون كانت في وسط البحر، بينما يذكر نص لولده صيدون الكبرى وصيدون الصغرى. الخلاف بين البي والابن إنه واحد ذكر إنه صيدون الكبرى في قلب البحر، بينما الابن مثلا ذكر انه لا، في صيدون الكبرى وصيدون الصغرى. اذا يعني صيدون بعيدة عن الثاني، بعيدة بشو فصلهم بين بعضهم؟ شوف البحر بده يكون، اذا هي جزيرة. لا شك انه الكبرى والاهم كانت البحر، وطبعا لانه هي محمية في وسط البحر. وقت ما بيذكر انه هو دمر صيدا والقى اساساتها في البحر، اذا لابد ان يكون البحر قريب منها تيلقي الاساسات في البحر. بعدين وقت تشديده على انه دمر اساساتها، يعني كان له سور متين جدا. هي عم بفاخر انه هو دمره، يعني دمر سور متين جدا والقى حجارته في البحر. دمار المدينة لم يكن فقط بسبب غزوة أسر حدون لها، حيث يقول المؤرخ الإغريقي سترابو نقلا عن بوزيدانيوس بأن مدينة فوق صيدون قد ابتلعها البحر بفعل هزة أرضية. والمؤرخين بيقولوا أنه مدينة على الشاطئ اختفت كلياً، ومدينة صيدون غرق تلتين في البحر وغرقت تدريجياً، وبالتالي ما كان في خسائر في الأرواح، والناس بالنهاية تركت هالمدينة وظهرت عمرت على الشاطئ. تحت الماء وعلى عمق عدة أمتار يوجد جدار طوله يقارب 20 متراً، وقد بني من حجارة ضخمة يقع في آخره أحد أهم معالم هذه المدينة. في بعض المراجع الفينيقية مثل سنختون، أقدم مؤرخ فينيقي بيقول بنوا معبداً لعشتارت في صيدون اليم. هيدا السنسول هيدا معمر من حجارة ضخمة. بالآخر بنشوف في تمثال عشتارت في قاع البحر بطول حوالي 4 أمتار، وبنشوف ليش هالبناء جالس
إلا بآخره الصخرة اللي قاعدة فوق هالتمثال هي جاية بشكل زاوية، ومن داخل في غرفة، وهيدي كانت من دون شك المعبد. بنشوف بلاط الأرض والحيطان كيفية ما زالت حتى اليوم. أكثر ما يميز هذه المدينة إضافة إلى تاريخها العريق تنظيمها المدني وهندستها المعمارية المذهلة. لليوم بأكد أنا أنه التنظيم المدني اللي كان موجود بمدينة صيدون الفينيقية ما له مثيل بعد، ما له مثيل، لأنه بتشوفي أنت المدينة كيف مقسمة. يعني بهيدي المنطقة اللي خلفي هون بتشوفي الحجارة الضخمة والأعمدة الرملية، بتشوفي خلف المنطقة من وراء مقسمة إلى مناطق سكنية. يعني الجهة الغربية الجنوبية كانت بتشوفي بقايا الغرف بعدها على علو متر أو نص متر، بس بعدها مربع الغرف. والجهة الغربية الشمالية بتشوفي كانت مخصصة لقليل من السكن ولأبار المي، وهيدا أعظم عمل هندسي يعني معمول بهيداك الوقت. يعني بتشوفي الجهة الغربية الجنوبية فيها أبار مي محفورة مثل الهرم المقلوب هيك. لما الهرم ينزل بنهايته تحت بصير عرضه حوالي 30 سنتي، لكن بتنزلي تحت بالفراغ بيكون عرض الغرف حوالي 4 ل 5 امتار أو 6 امتار، وهذا البير طوله 50 متر. حتى على جوانب الآبار تجمع مياه الأمطار بتشوفي فيه أجران مي. بدون شك هالأجران هاي كانت للاستعمال. وين كانت؟ بالبر مش بالبحر. إذا غرقت هاي إثبات لغوص المدينة، وغوص المدينة يجعلنا نصر أكثر على البحث عنه في البحر. هلا هون على الجهة الشرقية بنشوف في ساحة تجي لربما قد بالحجم لربما نص ملعب فوتبول. هذا الرسم التوضيحي الذي قمنا بتنفيذه بناء على تصور الباحث محمد السارجي يشرح لنا خريطة الجزيرة قبل تدميرها. معبد عشتارت وتمثالها في الجهة الجنوبية، من الجهة الغربية البيوت السكنية وآبار تجميع مياه الأمطار، وفي الجهة الشرقية للجزيرة نجد الساحة الفينيقية الضخمة. كل شيء كان في بنا هون من دون شك قاموا حجارته، ومن ثم زي ما شايفين نحن الجزيرة صارت مقلع، وبنشوف نحن بعض المناطق اللي على الجزيرة خلف السور هيدا هون الحجارة مقصوصة بس ما انقامت، وبنشوف نحن نفس الحجارة تعمر فيها حد المقاصد الحيط الفينيقي اللي حمى المدينة، اللي عمروه ليحمي المدينة من الأمواج. كل هذه الآثار التي تم اكتشافها بجهود فردية وإمكانيات بسيطة، والتي أثبتت تاريخ مدينة عظيمة غارقة تحت الماء، هي جزء بسيط من أسرار كثيرة ما زالت مدفونة تحت رمال البحر. المؤسف أنه ما صار في ولا دراسة عملية علمية من قبل أخصائيين لحتى نقيم بعض الرمول ونحاول نشوف شو في عنا آثار بعدها موجودة مش شايفينها للعين المجردة. هيدي الثروات صدق إنه هيدي بتجيب عشرات بل مئات بل آلاف السواح تيجي يشوفوا الآثار البحرية اللي بعدها من 2000 سنة ما حدا شايفها. صيدون تستحق البحث لأن فيها التباسات كتيرة حول تاريخها لا تزال بحاجة لكشف وبحاجة لإصرار للكشف عنها. مع اكتشاف صيدون الأولى ترتفع قيمة مدينة صيدا التاريخية التي تحتفظ في كل شبر من مساحتها بتاريخ عريق على البر كما في أعماق البحر. صيدا.